شوف معي هذا الملف اللي تم تقديمه إلى ابنتي في المدرسة بالأبيض والأسود بهذه الطريقة المملة. فشوف ال AI كيف حول هذه التجربة إلى تجربة أخرى تماما، فأقسام ملونة فيها أيقونات بل أكثر من ذلك. فلاحظوا مثلا معي، فممكن أني نكبر أي نص وبعد ذلك أقرأ مع ابنتي يعني بشكل الذي أريد، كلمة كلمة، أركز على أي كلمة أريد، وأستطيع أني حتى أعمل هايلايت بهذه الطريقة وأنطق مع الكلمة وأتعلم القراءة مع بعض. طبعا هذا واحد من التطبيقات البسيطة جدا. لو تنتظر أن المدرسة تصل إلى هذا المستوى يعني منا على 10 سنوات حتى تصل إلى هذا المستوى، ولكن أنت كأب أو كأم أو كولي أمر أو كمعلم يعني مبدع ممكن أنك تقوم بتطبيقات مثل هذه بشكل مبسط جدا اليوم بعد الذكاء الاصطناعي. فرح في هذا الفيديو رح نشرح لكم الطريقة من الألف إلى الياء، وحاولوا تشاركوها أيضا مع باقي الأولياء اللي تعرفوهم حتى تكون الفائدة أكبر وأكبر. فرح نروح ببساطة على أول نقطة، كيف يمكن أن نعمل سكان لأي دوكيمنت. فلديك كتاب مدرسي، لديك وثائق فيها دروس، تريد أنك تعملها سكان. أمر بسيط جدا، راح تحمل تطبيق اسمه كام سكانر موجود على أندرويد، فراح تحمله فقط وتلتقط الصور بسرعة، يعني دقائق فقط التقط فيها أكثر من 40 صفحة بهذا الشكل. بعد ذلك تروح لهذا الموقع جوجل AI Studio اللي هو موقع جدا مميز، يعطيك وصول مجاني لأفضل نماذج جوجل بشكل مجاني، وبالتالي أنت راح تختار جيميناي 2.5 برو بريفيو. بعد ذلك راح تحول هذه الصور لأنها عبارة عن صور إلى نص، فتقول له مثلا حول هذا المحتوى إلى مارك داون، وبالتالي راح يحول لي كل الصور هذه 40 صفحة، حولها إلى نص بشكل جدا دقيق، لأنه هذا أفضل نموذج موجود حاليا في السوق. ممتاز. إذن عندي النصوص الآن، ما الذي يمكن أن أفعله مع هذه النصوص؟ طبعا أول شيء ممكن أنك تحلل هذه النصوص، تكتب سكريبت بايثون مثلا يحلل هذه النصوص، ولكن الأفضل من ذلك ممكن أنك تحول هذه النصوص إلى قوائم كلمات لتكون ممكن أنك تستغلها في تطبيقات أخرى. طبعا هذا أبسط شيء ممكن تعمله. فرح تطلب منه مثلا أنه يحولها إلى CSV وتكون فيها كلمات وترجمتها بالعربي. بعد ذلك ممكن أنك تنقلها على كويزلت وتكون عندك قوائم بهذا الشكل، فتقوم بعمل بطاقات بهذا الشكل اللي ممكن أنك تدرب عليها على الكمبيوتر أو حتى على الهاتف، وبالتالي أنت وفرت تجربة تعليمية جدا مميزة. أكثر من ذلك ممكن تروح على جيميناي بشكل مجاني أيضا وتختار كانفاس هنا في الأسفل وتقول له حول هذا التطبيق إلى تطبيق تفاعلي، حول لي هذه النصوص إلى تطبيق تفاعلي باستعمال رياكت والتيلوين ولوسيد آيكونز، فيعطيك تطبيق بهذا الشكل. طبعا أنا هذا مش وان شوت، فحاولت كل مرة نغير فيه حتى أعطاني التجربة التي أريدها أنا بالضبط والتي أعرف أنها راح تشتغل مع بنتي. فنفس الشيء ممكن أنك تطبقه أنت كولي أمر، كأب أو كأم، وتعمل تطبيقات تفاعلية تغير التجربة التعليمية للطفل. يعني خلاص يعني اليوم يعني ما بقاش أنه نبقى دائما مع الأبيض والأسود مع الصفحات المملة في عصر وين في ألعاب 3D، وين في فيديوهات، وين في شورتس. فمن المستحيل أنك تنال تركيز الطفل بتطبيقات بهذا الدرجة من الملل. فلازم تكون في تطبيقات تفاعلية، واليوم الحمد لله يعني مع الذكاء الاصطناعي ممكن أي شخص يبرمج أشياء بسيطة ما يسمى بالفايب كودينج. فحاول تبحث على هذه الأدوات، اكتب فقط فايب كودينج على يوتيوب وراح تجد الآلاف من الفيديوهات، أو فقط ادخل فقط على كانفاس واطلب منه برمجة وراح تشوف أن الأمر بسيط جدا، يحتاج فقط أنك تكون مبدع شوية وتكتب فقط الأوامر بشكل الطبيعي، وراح تحصل على تطبيقات جدا مميزة وتساهم في تغيير التجربة التعليمية لابنك أو حتى لمحيطك. حاولوا تشاركوا هذا الفيديو مع الأولياء اللي تعرفوهم في المجموعات الخاصة بالأولياء الأمور، وخلوا يعني هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي تكون عندها وقحة لدى أبنائنا وبناتنا في هذا المجتمع. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وخليك متابع لصفحتي على الفيسبوك لتبقى على اطلاع بآخر أخبار الذكاء الاصطناعي وآخر الحيل في هذا المجال.